المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد المجالس القومية المتخصصة في مصر، والذي يتبع منظومة المراكز التي تتبع الدولة، تتبع النظام. طيب، صلة الربط ما بين المواطن وبين الخصومة مع الحكومة لا يجب أن يتبع الحكومة، وإلا لا يكتمل بأمره. وبناء عليه إذا كنا فعلا بنطمح لل 95 مليون مصري إنهم يحصلوا على كرامة إنسانية، أولا النص يطالب باستقلال المجلس حتى عن منظومة المجالس القومية المتخصصة، بحيث يصبح هذا المجلس قاعدته الأصلية جمعيته العمومية جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويبقى الاتخاذ من خلال الجمعية العمومية بتاعته اللي هي قاعدة قد تكون كذا ألف جمعية حقوقية حسب رقعة مصر الكبيرة. ثم دستوريا النص عشان اقول فيه داخل نص الدستور انه ينتخب ازاي ولا يعين ازاي ولا كلام من ده، لن يسمح الدستور بهذه المساحات. على العكس احنا بنلاقيه ماده مضطربه جدا مغلقه جدا، ولذلك يجب بالنسبه لحقوق الانسان بالتحديد في ظل ما عشناه من ثوره وما نحلم به في مستقبل واعد أن يكون له نص خاص جدا. النص هو براءة هذا المجلس من الحكومة المصرية أيا كانت ومن كانت، وليس الحكومة الحالية أو القادمة أو التي يجب، وإنما عامة يجب للمجلس القومي. ولا يمكن على فكرة الاعتماد على تجارب سابقة للعالم، لأنه كل البلاد في العالم فيها ظروف خاصة غير تعداد وأيديولوجيات